بياكلش سبانخ. تعالي هنا عندي اوريكي السبانخ بتتعمل ازاي. احنا النهارده عملنا سبانخ بجلاش مورق وتحفه تحفه تحفه. اكله كده حلوه قوي. دي سبانخ بالجبنه، انا عملتها كده. بصي كمان اوريكي بس مورقه قد ايه. بصي كمان عامله ازاي. بصي حاجه كده تحفه تحفه. امم امم يا مستنيين ايه؟ تعالي اوريكي عملت ازاي. اول شيء هنسمي بالله ونصلي على رسول الكريم. تعالي بينا نشوف ادي سبانخ معظم الناس مش بتاكلها. تعالي طب نشوف، زهقنا من الاكل التقليدي. تعالي نشوف عملنا النهارده السبانخ بطريقه مختلفه ومش هنبطل نعملها من كتر جمالها. انا هنا معايا كيلو من السبانخ، قطعته. طبعا غسلته الاول كويس جدا وبعدين قطعته وسبتها تتصفى. وهحط هنا رشه من الملح وهبتدي ادعكها بايديا كده لاني انا عايزه ادبلها من غير ما احطها على النار. مش عايزين نحطها على النار كتير عشان ما تضيعش الفايدة بتاعتها، الحديد بتاعها. احنا كفاية هندخلها الفرن، فمش هنقعد نعذبها طول النهار يعني. قلبتها كده تقلبتين كويسين، ومعايا حزمتين من الكزبرة برضو غسلاهم ومصفياهم في مصفى، وهنجيبهم برضو نعذبهم كده شوية لحد السبانخ بتاعتي ما تقولي خلاص انا كده تمام. معايا بقى شوية من حبة البركة، شوية فلفل أسمر. ما عندناش بهارات كتير النهاردة. دي علبة جبنة أي نوع تفضليه مش هتفرق خالص. يعني تكون طعمها حلو بالنسبة لك، مفيش مشكلة خالص، أي نوع بأي طعم. عايز تحطي جبنة شيدر، عايز تحطي جبنة موتزاريلا، عايز تحطي جبنة رومي، اللي يعجبك جبنة تركي، أي حاجة يعني. الجبنة التركي هي الجبنة الرومي مش هتفرق خالص. حبيت احط هنا حبة بركة عشان القيمة الغذائية بتاعة السبانخ بتاعتنا تبقى كويسة يعني. معلش انا اسفة صوتي بردان خالص، اعذريني. لو وصلتي لحد هنا ما تنسينيش بقى في الاشتراك واللايك الحلو بتاعك بيفرق معايا كتير. انا سبتها هنا شوية لحد ما دبلت كده. معايا بقى لفتين من الجلاش او كيلو من الجلاش، هبتدي اشتغل بيه هنا على بعضه. ليه بقى؟ لان انا جايباه من المخبز، مش جايباه متلج يعني. مش متلج وهينشف مني لما افتحه. طالما انا جايباه طازه يبقى اشتغلي بيه على طول وهو فوق بعضه كده. احنا هنستخدم ورقتين ورقتين، ورقه واحده بس اللي هنمسحها بشويه من الزيت والزبده. انتي حطي الميكس اللي يعجبك. عايزه تشتغلي سمنه بس، زيت بس، زي ما يعجبك. اهم حاجه الزيت يكون طعمه كويس، ما يكونش ليه طعم مش حلو. وهبتدي بقى اعمل الجلاش بتاعي ورقتين ورقتين بس وارول له كده. مفيش اسهل من كده. مفيش ربع ساعه كنت خلصت لهم الاكل ده. غدوه حلوه وخفيفه وتغيير، وفي نفس الوقت دخلنا الحديد لولادنا. يعني هو الحديد ده ممتاز قوي قوي قوي، بس مش كل الناس بتقدر تتقبل اي اكل. ورقتين بس، ورقتين. لو حابه تزودي وتخليهم 3 ورقات مفيش مشكله، بس هتبقى تخينه شويه. انا حباها تبقى يعني ايه، هشه كده. خلصت الصاج بتاعي كله وجبت القطاعه دي اللي احنا بنقطع بيها المخلل، اللي بتقطع المخلل مشرشر كده. انا حابه شكل الورقه بتاعتي او القطعه بتاعتي تطلع مشرشره، يكون شكلها يعني ايه، حلو. فانتي قطعيها بالطريقه اللي تعجبك. لو عندك كنبيها، ما عندكيش قطعي بسكينه، بالعجله بتاعت البيتزا، اي حاجه مش هتفرق خالص. انا طبعا هنا كنت مشغله الفرن على درجه حراره متوسطه، وهحط الصاج بتاعي في الرف الاوسط. لو الصاج ما اتحمرش لوحده والفرن شغال، مفيش مشكله، تبقي شغلي الشوايه كمان شويه. هبتدي اقطع الصاج بتاعي كله بالشكل ده، وهدهن الوش مسحه كده برضو من الخليط الميكس اللي انا عاملاه عندي، علشان يورق معايا والوش بتاعي يحمر. بس هنا هنمسح الوش بتاعي وهدخله الفرن على طول، لان الفرن انا مسخناه من سابق يعني، عشان محتاجين الفرن يكون سخن ومش هياخد وقت يعني. يا دوب 10 دقايق ربع ساعة بالكتير حسب الفرن بتاعك، وهتلاقيه ورق معاكي وبنفخ وبقى بالمنظر التحفة ده. بصي ورقت ازاي، حاجة كده تحفة. طعمها حلو قوي قوي. ربنا يحسن ما بين ايديكم جميعا يا رب. تكون الوصفة بتاعتي عجبتكم وتجربوها، وما تنسونيش بقى في اللايك
واشوفكم على خير ان شاء الله في فيديو جديد. باي باي.